ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سندوتشات فرايد تشيكن على طريقتي، بطريقه سهله وبسيطه جدا هتعجبكم ان شاء الله. لازم تجربوا الطريقه دي، حلوه قوي. طبعا احنا حاليا بنعمل كل حاجه في البيت وبنوفر كتير جدا، لان الحاجه بره بقت غاليه. واي نعم الحاجه بنجيبها غاليه، بس والله العظيم لما تعملي حاجه في البيت هتوفري كتير جدا. يلا بينا نشوف عملنا احسن سندوتشات فرايد تشيكن بطريقه سهله وبسيطه وطلعناها بالجمال ده ازاي. معايا بانيه عادي جدا، مش هقول لكم بقى الصدر ونقسمه على اتنين. انا كان عندي بانيه متقطع شرايح عاديه جدا، جبته وتبلته. التتبيله عباره عن كوبايه الا ربع من اللبن وملح وفلفل وبضايه وبصل باودر وتوم باودر وكركم وبهارات فراخ ورشه من الزنجبيل ومعلقه من الخل ونص ليمونه. هقول لكم كل البهارات، هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت. معايا كوبايه من الدقيق نزلت عليها ب3 معالق من النشا وبنفس البهارات اللي انا استخدمتها. تمام، وقلبتهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بجيب الصدور بتاعتي اهو، اللي هو البانيه، بمسكه اتبله كده زي ما انتم شايفين في الدقيق. بقلب الدقيق كويس بالبهارات، وبعدين بتبل فيه الصدور كده زي ما انتم شايفين. تمام، تتبيله سهله بسيطه. هكتب لكم المقادير بتاعت التتبيله تحت في اول كومنت مثبت. ونفس البهارات هنحطها على الدقيق. بتبل كده زي ما انتم شايفين واضغط عليها وبنفضها كده. لازم النطره دي هي اللي بتديها التجزيعات اللي انتم شايفينها دي، اللي بتطلعها كرانشي وشكلها حلو جدا زي اللي بنجيبها من بره. فبنعمل ونقلي على طول، ما بنركنهاش ولا حاجه يعني. بنتبل في الدقيق ونروح نقلي على طول. تمام، زيت يكون غزير وسخن، الزيت بتاعنا يكون غزير وسخن يا جماعه. بننزل بقى بالفراخ ونديها نطره كده واحنا نازلين، عشان تاخد التجزيعات اللي انا وريتها لكم دي. ما نملاش الطاسه بتاعتنا، يعني على حسب طبعا الطاسه بتاعتك كبيره صغيره، ما تحطيش ان هي تمليها كتير عشان ما تبرديش الزيت مره واحده. تمام. بنقلي بقى على نار في الاول بتبقى عاليه، لو انت بانيه عادي بتخليها عاليه. لو الصدور بتاعتك تخينه وانت مخليها الصدر على طبقتين، هدي النار شويه عشان الفراخ بتاعتك تستوي. بس احنا ما كلكعناش الامور وعملنا بانيه عادي خالص كمان عشان نوفر يا جماعه. تمام. وهتاخدي احلى سندوتشات فرايد تشيكن. بنسيبها بقى كده لما يبقى لونها ذهبي وكريسبي، وبنقلبها طبعا على الجنب التاني، وبتطلع معانا بالجمال اللي انت شايفينه ده. فرايد تشيكن دي ولا مش فرايد تشيكن؟ فرايد تشيكن ولا لا؟ متعلمينها بتوع المدارس. مش احلى من كده، سندوتشات سهله وبسيطه، وباقل كميه من البانيه هتقدر تعملي سندوتشات كتير. بصوا ما شاء الله تبارك الله. جربوا الطريقه دي تعجبكم جدا. وبشيل ده بقى وببتدي اقلي غيره. تمام، بحط بقيه الكميه بتاعتي اهو. بديها نطره كده زي ما قلت لكم عشان تعمل التجزيعات اللي هي الخطوط اللي انتوا شايفينها دي، عشان تبقى كريسبي وجميله. والطبقه اللي بتبقى عليها من بره ما بتبقاش بقى كتيره، يعني مظبوطه، مش تحسها كده فيها طبقه كبيره. يلا بينا نعمل الصوص مع بعض. الصوص بتاعنا اللي بحطه في السندوتشات عباره عن كاتشب ومايونيز ومستردة. بحط عليهم كمان خياره حادقه مقطعه صغير كده، وبقلبهم مع بعض. ده الصوص اللي انا بحب احطه في السندوتشات بصراحه، بيبقى طعمه جميل جدا. تمام، نقلب بقى وكده الصوص بتاعنا بقى جاهز وجميل. طبعا تقدري تحطي الصوص اللي انتي عايزاه في الساندوتش، دي حاجه ترجع لك. بنكون كده بقى كل حاجتنا جاهزه زي ما انتوا شايفين. معانا شايفين الفراخ شكلها عامل ازاي، مقرمشه واخده اللون الحلو قوي، مقرمشه جدا. ما بنطلعش على مناديل ولا حاجه عشان تفضل مقرمشه، يا ريت لو يفضل ان احنا نطلع على شبكه. شايفين شكلها عامل ازاي، واخده لون حلو، والقرمشه بتاعتها زي ما بتيجي من بره بالظبط. بصوا الجمال، بصوا. بصوا قد ايه هي مقرمشه وقد ايه هي جميله ومش شاربه زيت ولا فيها اي حاجه. الصوص اللي احنا عملناه نحطه في السندوتشات. وكمان معايا كابوتشي او خس حسب المتوفر عندك، ومقطعه طماطم ومحمره بطاطس. طبعا كل واحد بيجهز سندوتشاته زي ما هو حابب. تعالوا يلا انا اقول لكم انا بعملها ازاي. معايا العيش بتاع البرجر ده. طبعا عايزه تحمصيه في معلقه زبده على النار بيبقى حلو قوي، مش عايزه تحمصيه انت وراحتك. بفتحه كده وابتدي احط جواه الصوص اللي انا عايزاه، وبحط بقى عليه الكابوتشي او الخس بتاعي. وبعدين بنزل عليه بقطعه الفرايد تشيكن زي ما انتم شايفين. حط طماطم، حطي اللي انت عايزاه بقى جواه. حط لو عندك صوص جبنه شيدر، لو عندك حاجات من دي انت بتحبيها وولادك بيحبوها حطي. وده شكل السندوتش بيبقى بتاعنا، بيبقى شكله جميل وتحفه كده زي ما انتم شايفين، كاننا شاريينه من بره. حلوه قوي قوي، شكله شيك، يعني الولاد بيحبوه جدا.
كأنك شارياه من بره. يعني لو الولاد مش شايفين وانت قلت لهم انا عازماكم على الغدا، مش هيعرفوا ابدا ان انت عاملاه في البيت. شايفين شكل الساندوتش عامل ازاي، والفراخ جواه عامله ازاي، زي ما بنشوف في التلفزيون بالظبط اهو. شايفين ما شاء الله تبارك الله. انا بقدمه كده بقى، وبجيب الطبق واحط فيه السندوتشات بتاعتي، وبحط البطاطس في النص. شوفوا بقى انتوا لو هتشتروه من بره هتشتروه بكام، لو هتعملوه في البيت مش هيكلفك كتير والله، بتطلع جميله جدا. وبانيه عادي خالص، مش هقولك بقى الصدر على 2 ولا مش عارفه ايه، لا هنقتصد كمان. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر، وبننزل وصفات فيها التوفير على قد ما نقدر، لان الحياة بقت صعبة على كل الناس يا جماعة، مش عليكم انتوا بس والله، هي بقت صعبة على كل الناس. ربنا يعين كل واحد على حاله. وده اخر فيديو في سنة 2023، ربنا يجعلها سنة 24 سنة الخير والسعد والهنا يا رب على كل الناس، وكل واحد يحقق اللي بيتمناه. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ونور رضاكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيكم. اتمنى ان وصفاتي بتعجبكم وتنور رضاكم وتكون فيها توفير واقتصادية، حدا ما انها تكون اقتصادية. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وفي سنة جديدة وبداية سعيدة على الجميع يا رب. ربنا يجعلها سنة خير علينا جميعا. باي باي.